إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عباد الله، جاء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفد الله ثلاثة: الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر. وقال صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فالحجاج والمعتمرون هم وفد الله سبحانه وتعالى، فيخدمون طاعة لله سبحانه وتعالى، ولذلك رخص لمن يخدم الحجيج وهو حاج ألا يبيت في منى. وكل ذلك يا عباد الله ترغيب في القيام بخدمة الحجيج الذين هم وفد الرحمن سبحانه وتعالى. وإن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى المسلمين عامة أن كانت خدمة ضيوف الرحمن عند هذه الدولة المباركة، فهذه نعمة جليلة ومنة عظيمة أن تكون خدمة ضيوف الرحمن عند بلاد تقوم على التوحيد والسنة وتسعى سعيا حثيثا في خدمة ضيوف الرحمن. ومن تأمل أحوال الحج والحجيج قبل قيام هذه الدولة السعودية المباركة ليرى العجب العجاب من عدم الأمن والأمان والاطمئنان وعدم وجود التوحيد إلا ما رحم الله. فلما قامت هذه الدولة المباركة كان من أوائل اهتمامها القيام بالحج والحجيج والسعي في إظهار السنة والتوحيد، فكان من أوائل ما أقامه الملك المؤسس ومن جاء بعده إزالة الأضرحة وإزالة القباب التي كانت تعبد من دون الله، وكان كثير من الناس يحج إليها ولا يحج إلى بيت الله الحرام. فهذه نعمة عظيمة ومنة جليلة يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها ليلا ونهارا، سرا وجهارا. فلو كانت خدمة الحجيج والقيام على شعيرة الحج عند غير هذه الدولة ممن لا يرى بأسا بالقباب والأضرحة لرأينا يا عباد الله، لرأينا الناس تحج إلى هذه المشاهد ولا تحج إلى بيت الله الحرام. وهذه أعظم نعمة وأعظم منة أن تكون هذه الفرائض وهذه العبادات قائمة على توحيد الله عز وجل
وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك الخدمات التي تقدمها الدولة تبعاً لهذه النعمة العظيمة، وكلنا يرى ذلك عياناً واضحاً لا ينكره إلا جاحد، ولا ينكره إلا حاسد، ولا ينكره إلا مبتدع أو مشرك يريد أن ينفلت الحج وأن يذهب عن هذه الدولة المباركة. نعم يا عباد الله، كلنا يرى تسيير وتنظيم الحج، وكلنا يرى الخدمات التي تقدم من شق الأنفاق والبنى التحتية وغير ذلك من الخدمات العلاجية والدعوية وغير ذلك مما يراه الناس. وفي كل سنة يا عباد الله نرى صيحات الحاسدين والحاقدين والمبتدعين والمشركين على تنظيم الحج، وكل ذلك يا عباد الله من أجل أهوائهم ومذاهبهم ومشاربهم التي يريدون بها تعطيل هذه الشعيرة العظيمة التي تقوم في هذه البلاد على التوحيد والسنة. خاصة أننا في زمن الإعلام الذي تنتشر فيه الشائعة بشكل سريع. فعلينا جميعاً أن نقف مع ولاة أمورنا ومع القائمين على الحج صفاً واحداً ويداً واحدة ضد هؤلاء جميعاً. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمن الأمور المهمة في تنظيم الحج وسيره على الطريق الصحيح الالتزام بما يأمر به ولي الأمر، فإن الالتزام بما يأمر به ولي الأمر في هذه الشعيرة العظيمة هو من أعظم أسباب نجاح هذا الموسم العظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر واجبة بنص القرآن والسنة إذا كانت في المعروف، وطاعة الإمام في هذه الشعيرة العظيمة وفيما ينظمه من مصالح الحج والحجيج واجبة لا يجوز أن يخالفها المرء، فإن خالفها فهو آثم. ومن ذلك يا عباد الله ما قام به ولاة الأمور من تنظيم الحج أن يكون الحج بتصريح. فالتصريح يا عباد الله ما وضعه ولاة الأمر إلا من أجل مصلحة الحج والحجيج. ولك أن تتخيل يا عبد الله أن الحج يكون من غير تصريح مع هذه الأعداد العظيمة الكثيرة في بلاد المسلمين. ستحصل الفوضى ولا ينتظم سير الحج. وقد أفتى علماؤنا الكبار في هيئة كبار العلماء في المجامع الفقهية من العلماء المعتبرين من عدم جواز الحج من غير تصريح، ومن حج من غير تصريح فهو آثم. وذلك يا عباد الله لأن الضرر الذي يكون من الذي يحج من غير تصريح ليس ضررا قاصرا عليه، بل هو ضرر متعد إلى غيره من الحجاج. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ارزقه بالطاعة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك بين عبادك. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك بين عبادك يا رب العالمين. اللهم كن لولاة الأمر الذين يقومون على خدمة الحج والحجيج، اللهم كن لهم عونا يا رب العالمين. اللهم من أراد الحج والحجيج بسوء وفتنة، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ الحجيج في حلهم وترحالهم، وتقبل منهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.